يا اختي كل ما اقعد في قاعده دي تقول لك جوزي عمل ودي تقول لك جوزي سوى، ما تيجي نرصصهم كلهم كده قدامي واقول لك انواع الازواج. انا عارفه ان انت الفيديو ده هتكملي لي الاخر عشان هتلاقي جوزك واحد من القاعدين. مش هقول لك بقى دوسي على شويه الزراير اللي حواليا، انت معايا من زمان وعارفه. الاول الزوج التقليدي ابو دقه قديمه، ده بقى متمسك بالعادات والتقاليد في موبايله ولبسه وطريقه تفكيره وعفش بيته وكل حاجه ونظرته للامور. تتعاملي بقى معاه ازاي؟ اول حاجه ما تجادليش معاه وما تقفيش قصاده ولا تعندي معاه، لانه مش هيقتنع بسهوله. اللي في دماغه في دماغه، هتقولي له يمين وهو مقتنع بالشمال، والنبي لو حلفتي له على الميه تجمد ما هيقتنع. تعملي ايه بقى معاه؟ تسرسبي له، تاخديه كده واحده واحده على الحنين. لو عندك مشكله مع لبسه غيريها انت، هاتي له هدوم وقولي له دي هديه. مره على مره هيلاقي الهدوم اللي لابسها شكلها حلو، يروح هو من نفسه يقول لك هاتيلي. واللي تطبقيه بقى في اللبس طبقيه على بقيه الحاجات التانيه، صدقيني هو واحده واحده هيلبس، بس اصبري. تاني حاجه الزوج اللي بيحب المنظر، اقرع ونزهي، ده بقى بيعشق المظاهر والكماليات. هتلاقيه جايب عربيه ماركه وماسك موبايلين ماركه، حتى السجاير هيجيبها ماركه، مفيش في جيبه 2 جنيه على بعض. وتلاقيه مديون لطوب الارض وعليه قسط قد كده، وماشي ماسك لي علبتين السجاير والموبايل كده يتمنظر لي بيهم، والبتاعه المريحه وحشه دي اللي اسمها الايكس. وده بقى تتعاملي معاه ازاي؟ خليكي على نفس مستوى الحدث، برفاناتك، اكسسواراتك، لبسك، شعرك، اعملي له فيها طرع عمال. هتقولي هجيب منين؟ مالكيش دعوه يا حبيبتي، انت اطلبي منه وهو هيجيب لك، ديون بديون وقسط بقسط، وهو هيبقى تمام ومبسوط وهيجيب لك وهو ساكت، ففرصه استغليه. النوع الثالث الزوج الغلاط او النرفوز، رمضان حريقه في البيت، ده بقى بيتعامل معاكي كانك خدامه، المفروض انك تنفذي طلباته وبس، ولا ينفع تعترضي ولا ينفع تتكلمي، المهم انك تنفذي طلباته وبس. يا اما طبعا انت عارفه، ولو حاولتي انك تقفي قصاده هتلاقيه تحول واللسان الزفر طلع وهيبقى يوم مش فايق. ده بقى تتعاملي معاه ازاي؟ هنتعامل معاه باسلوب القطه، حاولي تقربي منه وتتعاملي معاه بحب وحنان كده واهتمام، وكل ما يعلى خليكي انت هاديه، مش تقفي قصاده راس براس، هيهدى هو كمان ومع الوقت هيتغير. ليه؟ علشان الجريمه لا تفيد، احنا مش عايزين في عاليه من العليات نروح نجيبك من الاسم. الرابع بقى الزوج الحنون الطيب اللي الناس بتقول عليه اهبل، ولو انه بيبقى حنين على مراته وبيساعدها في شغل البيت وبيزعل على زعلها وبيفرح على فرحها وبيعمل لها يا عيني كل حاجه، وعلى طول عاوز يرضيها وبيفوت لها اي حاجه، بيبلع لها الزلط زي ما بيقول. بس ده بقى في عيب خطير جدا، اول ما تدوسي على الزرار الغلط بينفجر زي البركان. ده بقى تتعاملي معاه ازاي؟ هنتبع معاه تكنيك التلاجة، دايما هنسيبه في الحته اللي بيحبها علشان ما يتحولش فجأة. هتعامليه بحب واهتمام وحنية وتقدير وما تقليش منه أبدا، وخاصة قدام الناس. الراجل العصبي والنرجسي والبسباص أنا عملت عنهم حلقات قبل كده بدل ما نحكي في المحكي، وهسيب لك الرابط في التعليق. هنروح بقى للراجل الطفل، تعالى اقعد جنبي ما تخافش، تعالى. اللي دايما شايف انك امه مش مراته، ودايما عايزك تعامليه زي ما مامته بتعامله بالظبط. داخل ينام يقولك تعالي افردي عليا البطانيه، دخل ياخد دش يقولك حضري لي الحمام. هو الحمام بيتحضر ازاي؟ قال ايه؟ عايز ياكل سمك تفصصي له، ياكل بسله تشيل له منها الجزر. اهدى، تلمعي له الجزمه زي ما كانت مامته بتلمعها له وهو رايح المدرسه. مش عايز ابدا يطلع من دور ثالثه اعدادي اللي عايش فيه ده. هقول لك بقى تتعاملي معاه ازاي. الراجل ده عاوز ايه؟ شويه اهتمام، وشطارتك انت بقى انك تديهوله بطريقه مراته مش بطريقه مامته، وانت فاهمين. علشان كده انا بقول ان فتره الخطوبه مهم، علشان تعرفي فيها طبع خطيبك اللي هيبقى جوزك، علشان لو مش عاجباكي شخصيته خليكي شجاعه وما تكمليش. لكن لو انت شايفه ان الدنيا ماشيه وهتكملي يبقى معاكي مفاتيحه. وخليكي بقى دايما فاكره المثل اللي كلنا اتربينا عليه، ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. قولوا لي بقى في الكومنتات جوزك انهي نوع فيهم، بس ما تعملوش منشن والنبي عشان انا مش ناقصه.